ليه جوارديولا بيعمل كده مع مرموش؟ وازاي تصريحاته بتكشف اكبر تناقض في الموسم؟ انا مش عارف الصراحه ابو الكباتن ليه جوارديولا بيعمل كده. دايما بيطلع يقول لك في تصريحاته ان عمر مرموش لاعب مهم جدا بالنسبه لي، لاعب لا غنى عنه، وفجاه تلاقيه راكنه على الدكه وبينزله في الدقيقه 90. السيتي ابو الكباتن كان بيغرق قدام ليدز، وهالاند في المباراه دي ما كانش احسن حاجه وما كانش شاف قدامه، يا راجل ده صفر تسديدات. عمل ايه بقى جوارديولا؟ ساب عمر مرموش على الدكه ومنزله في الدقيقه 89، ولما نزل ما كانش مبسوط زي ما انت شايف كده، كان متضايق. الراجل لمس الكره 3 مرات بس، ضيع فرصه كان ممكن تغير نتيجه المباراه، وكأن جوارديولا بينزله عشان يثبت لنفسه انه مش جاهز. طب ليه ما نزلتوش مكان هالاند؟ وهالاند المباراه دي كان في اسوأ حالاته. اقول لك انا الاجابه على السؤال، جوارديولا تصريحاته بس للاعلام، شو يعني قدام الناس، انما هو من نفسه مش مقتنع بعمر مرموش. وعلشان كده بقى في تقارير بتقول ان عمر مرموش هيروح اعاره لنادي روما. حلو قوي، امسك في دي بقى، انا اتفق جدا مع الصفقه دي. مرموش لما هيطلع من نفق المظلم بتاع جوارديولا ده هيلاقي نفسه هيلعب اساسي، هياخد دقايق اكتر، هيبين للناس موهبته. ويا اخي شوف محمد صلاح عمل ايه لما ربنا ما كرمهوش في تشيلسي، على طول مشى، وسبحان الله راح برضه لروما واخد فرصته وبين للناس وللعالم مين هو محمد صلاح. فانا ابو الكباتن لو تسالني اقول لك يا ريت عمر مرموش يمشي من بكره، لان جوارديولا بيقول تصريحات للاعلام وفي المؤتمرات وبيعمل عكسها، والصراحه احنا مش عاوزين نشوفه محرز جديد.